السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. تعالوا نعمل رموش الست بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهقولك على المقادير بالكوبايه وبالجرام علشان لما تيجي تجربيها تطلع ناجحه معاكي من اول مره. وهنتكلم كمان على سر التسويه المظبوطه علشان تطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. تابعوا معايا الفيديو للنهايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. ان شاء الله هتستفادوا منها. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنحضرها معانا هو الشربات عشان يبقى جاهز معانا. معايا هنا كوبايتين من السكر، ضفت عليهم كوبايتين من الميه، هنقلبهم كويس جدا كده مع بعض، وبعد كده هنرفعهم على نار عاليه لحد ما يبدا يغلي معايا، واضيف عليه نص ليمونه وظرف من الفانيليا، وهدي النار واسيبه حوالي 3 دقايق 4 دقايق كده، وخلاص بعد كده بنطفي النار وبيبقى جاهز معانا الشربات الخفيف بتاعنا. تعالوا بقى نحضر العجينه بتاعتنا. انا معايا هنا كوبايه الا ربع من السمنه، حوالي كده 150 جرام. ضفت عليها نص كوبايه من السكر البودره، حوالي 70 جرام. هنقلبهم كويس كده مع بعض، وهنتكلم على المقادير بالتفصيل واحنا شغالين كده مع بعض. هنقلبهم بس كويس كده مع بعض لحد ما السكر والسمنه يختلطوا مع بعض. بعد كده هنضيف 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ، انا مش هضيفهم كلهم، هنسيب صفار بس كده علشان ندهن بيه الوش في الاخر، او ممكن تضيفي البيضتين على بعض، مفيش اي مشكله لو انت حابه مش تدهني الوش بعد كده. لكن الطريقه الاصليه هما بيدهنوا وش رموش الست بصفار البيضه التانية. بعد كده هضيف ظرف من الفانيليا عشان طبعا زفاره البيض، ونقلب كويس جدا لحد ما البيض يختفي معانا. ولو البيض بتاعك حجمه كبير ممكن تستخدمي بيضه واحده بس، مفيش اي مشكله. تعالوا بقى نضيف الدقيق بتاعنا. انا معايا كوبايتين من الدقيق العادي، هنضيف كوبايه واحده بس في الاول كده، والكوبايه التانية هنضيفها بالتدريج. ومعايا هنا كمان تلت كوبايه من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسه اللي بنشتريه من عند العطار، بيكون بدون اي اضافات. بضيف حوالي 70 جرام منه. بعد كده بنضيف جوز الهند الناعم زي ما تحب بقى. انا ضفت حوالي كده 60 جرام من جوز الهند، يعني حوالي كده ربع كوبايه. هنا كوبايه الدقيق التانية بنضيفها بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. ضفت كمان رشة ملح صغيرة جدا، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبنقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ انزل ايديا عشان احس العجينة. وانا قلت لكم هنا هنضيف الكوباية التانية بالتدريج، لان طبعا حجم البيض يختلف عن كل مرة هتعمليها فيها، وكمان نوع الدقيق ممكن يختلف معاكي. فعشان كده بقولك الكوباية التانية دي بنضيفها بالتدريج واحدة واحدة كده علشان نوصل لقوام العجينة المظبوط اللي احنا عايزينه، عشان طبعا العجينه بتاعتنا ما تطلعش ناشفه معانا بزياده وتشقق مننا واحنا بنشكلها او هي بتستوي. فعشان نتحكم كده في سمك العجينه نضيف الدقيق زي ما انتوا شفتم كده بالتدريج. يعني انا ضفته على مرتين كده زي ما انتوا شايفين معايا. هنا بقى حوالي معلقه كده في الكوبايه، هنشوف هنحتاجها تاني ولا لا. هوريكم ازاي دلوقتي تختبروا العجينة وتوصلوا للقوام المظبوط اللي احنا عايزينه، علشان رموش الست تطلع مظبوطة كده معاكي وما تبقاش مشققة ولا شكلها كده مش مظبوط. شايفين هنا العجينة مفرولة وحساها لسه بتلزق كده في ايديا حاجة بسيطة. فانا برضو بحرص كده ضفت شوية من الدقيق وخليت حاجة بسيطة جدا من الدقيق في الكوباية، علشان طبعا دقيق السومولينا بينشف كده معاكي وينشف العجينة، فبرضو تعملي حساب النقطة دي. فنضيف الدقيق بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. هاخد قطعة من العجينة واوريك ازاي تختبريها وتوصلي لقوام عجينة مظبوط جدا. امسكي قطعة من العجين كده ما بين ايديكي ولفيها كده واضغطي عليها. لو لقيتيها بتعمل تشققات تبقى كده نشفت منك العجينة وانت زودتي دقيق بزيادة. لقيتيها ناعمة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده مفيهاش اي تشققات، خلاص كده مظبوطة معاكي. هنا انا بصيت في الكوبايه لقيت المقدار اللي باقي حاجه كده رشه خفيفه جدا لا تذكر، يعني مش مكمله ربع معلقه كمان. وحسيت ان العجينه ممكن تحتاجها كمان، يعني ما هيش فارقه كتير، فانا ضفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لكن لو كميه كبيره اوعي تضيفيها، لو حتى معلقه اوعي تضيفيها لان هتفرق معاكي جدا. هنا خلاص العجينه لمت معايا بس في نفس الوقت مفروله. ولما مسكت قطعه من العجين كده ولفتها ما بين ايديا وضغطت عليها لقيتها مظبوطه جدا ما فيهاش اي تشققات. شايفين ما شاء الله. مقدار الدقيق اللي انا استخدمته بالميزان كان عامل حوالي 300 جرام. تعالوا بقى بعد ما نخلص على طول نبدأ نشكل رموش الست، ما بنسيبهاش ترتاح ولا اي حاجة. بجيب الصينية بتاعتي او الصاج اللي هندخله الفرن ونمسحه بمسحة خفيفة جدا من السمنة. ببدأ بقى اخد قطعة من العجينة كده والفها ما بين ايديا وابدأ اشكلها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو في وسط التقطيع كده حسيتي ان العجينة نشفت منك ادمجيها ما بين ايديكي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شوية هتلاقيها طريت معاكي وبتتشكل معاكي بكل سهولة.
علشان طبعا ما تعمليش تشققات في قلب القطعة وتفضل كده التشققات ظاهرة وواضحة فيها. لكن ادمجيها كده ما بين ايديكي، يعني لفيها كده ما بين ايديكي كويس جدا، وبعد كده ابدأي اديها الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كمان ما تضغطيش عليها قوي، تبططيها قوي علشان هي لسه بتعمل لنفسها كده قاعدة وهي في الفرن وبتتفرد معاكي شوية، فما تضغطيش عليها قوي، تخليها خفيفة علشان يكون فيها سمك كده ويكون فيها قلب من جوه، وتبقى معاكي زي اللي بنشتريها جاهزة واحسن كمان. شايفين الجمال ما شاء الله. تعالوا بقى واحنا بنقطع كده مع بعض نتكلم على المكونات بتاعتنا بالتفصيل. انا استخدمت هنا السمنه البلدي النهارده، لو انت حابه تعملي ميكس ما بين السمنه والزيت مفيش اي مشكله، ممكن تستخدمي نص كوبايه من السمنه اللي هي 100 جرام وحوالي ربع كوبايه من الزيت اللي هو حوالي كده 50 جرام. يعني خلي مقدار السمنه ازيد شويه عشان تديها نعومه كده، وطبعا السمنه البلدي بتديها طعم جميل جدا. كمان السمنة عادي خالص لو هي سايحة او هي بدرجة حرارة المطبخ زي ما شفتوها كده معايا، مش هتفرق كتير جدا في الوصفة. استخدمت كمان 2 بيضة، وزي ما قلتلك ممكن لو البيض بتاعك حجمه كبير تستخدمي بيضة واحدة بس، ممكن تستخدمي البيضة كاملة، وممكن تاخدي الصفار تدهني بيه الوش زي ما انا هعمل كده في الاخر. بس عايزة اقول لكم حاجة، ان كمان ممكن ما تدهنيش الوش بتاعها بصفار البيض، وهي هتاخد لون جميل جدا وهي في الفرن. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية في الصاج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الكوبايتين دقيق عملوا معايا الصاج الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بخلص الكمية بقى كلها تقطيع، بجيب معايا اي سكينة رفيعة كده يكون بوسها رفيع كده، وبعمل خطين بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده على كل قطعة بالشكل ده. الخطوة دي بتدي كده براح للقطعة علشان تتنفس معاكي وهي في الفرن وما تشققش معاكي، وكمان يكون شكلها زي اللي بنشتريها جاهزة من بره. ويدوب بس بنلمسها كده، بنعمل خطين مش بنفتحها للاخر ومش بنضغط عليها خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب معايا صفار البيضة وهضيف عليها ظرف من الفانيليا عشان طبعا زفارة البيض، واقلبها كويس جدا، وهبدأ ادهن وش كل قطعة بالراحة خالص. حاولي على قد ما تقدري ما توقعيش صفار بيض كده في ارضية الصاج علشان ما يتحرقش معاكي وقت التسوية. تعالوا بقى نتكلم على التسوية المظبوطة واحنا شغالين كده مع بعض. طبعا في الوقت اللي انا بشكل فيه رموش الست، الفرن شغال جنبي من تحت بس علشان يسخن معايا، عايزين درجة حرارته مظبوطة، لا هو سخن قوي ولا هو هادي قوي. بعد كده بنخلي شبكة الفرن على الرف اللي مقارب لأرضية الفرن، وبندخل الصاج بتاعنا. النار شغالة من تحت بس على نار متوسطة، بتاخد معايا في الفرن حوالي نص ساعة. ما تسيبهاش اكتر من كده علشان ما تنشفش منك وتبقى مقرمشه بالزياده. لو هي ما اخدتش لون من فوق في وقت التسويه، ممكن تشغلي الشوايه كده على الهادي اخر دقيقتين، هتاخد لون جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بتخرج من الفرن وهي سخنه بنديها الشربات، والشربات يكون خفيف ودافي زي ما انتوا شايفين كده معانا. الشربات ما يكونش بارد خالص علشان تشرب شربات كده براحتها وتبقى مرمله معانا وتبقى طريه كده معانا وتقطم معانا جميله جدا. اضيفي كل كمية الشربات مفيش اي مشكلة، واحنا هنقلبها كده في الشربات شوية، وبعد كده هنصفي الشربات، وممكن تستخدميه في اي حاجة تاني عادي خالص مفيش اي مشكلة. طبعا الوقت اللي انت هتسيبيها فيه في الشربات على حسب ذوقك، انت عايزاها مسكرة قوي عايزاها مظبوطة زي ما تحبي، بتسيبيها في الشربات على حسب انت عايزاها يكون طعمها ايه. بعد كده بصفيها خالص من الشربات وبقدمها في الطبق بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم حاجه كده دايبه بتدوب في البق دوبان، انسي بقى البسبوسه والهريسه، حاجه كده فاخر من الاخر. شايفين الجمال ما شاء الله. اهم حاجه بس ما تسيبهاش في الفرن كتير وما تديهاش لون احمر بزياده علشان ما تنشفش منك. وطبعا انا مش قلت هتقعد نص ساعه في الفرن يعني تسيبيها النص ساعه في الفرن من غير ما تبص عليها، لا طبعا كل شويه بتبص على الصاج وتلففيه الناحيه دي شويه والناحيه دي شويه عشان ياخد لون موحد وتسويه موحده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شفتوا كمان ارضيه القطعه بتاعتنا واخده لون جميل جدا. شايفين الجمال ما شاء الله. جربوها، انا متأكدة انها تعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها. حاجة كده ما شاء الله عليها فاخر من الاخر، قلبها من جوه مرمل كده زي البسبوسة وطعمها خطير. شايفين الجمال ما شاء الله. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى ان يكون عجبكم واتمنى ان انتم تجربوه، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول، ان شاء الله تستفادوا منها. وما تنسوش كمان تسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني ويشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.